السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة صيفية. كلنا طبعا بنحب نعملها في الصيف، لا بنحب الطماطم ولا المسبك قوي في الصيف. هنعمل ويكا خضراء. دي طبعا أنا عشان أسلق أنا هعملها على فراخ، ممكن تعمليها على لحمة. أنا عشان خاطر أطلع الشوربة عندي قوية أكتر، هي أنا جايبة فراخ اللي هي العتائي، دي بتعمل برضو شوربة قوية إلى حد ما. مسكت بصلتين وقمت بشرهم بالبصلة وبشرت عليهم طماطمايه ودعكتهم بالملح والفلفل وهحطهم على مية سليق الفراخ، وهعمل زيهم كده وهدخلهم جوه الفراخ ادعكهم كويس جدا بيهم. وما تنسوش بقى البوجي كرنيه اللي هي الجزر والكرفس ومعلقه توم مفرومه او فصين توم. يلا نعمل احلى شوربه عشان نطلع احلى ويكه. يلا بينا. وزي ما احنا شايفين كده انا مسكت الفراخ دعكتها بالبصل والطماطم والملح والفلفل، وحطيت فيها كمان ليمونيه، وده طبعا بعد غسلها كويس جدا ونقعها في المحلول الملحي اللي انتوا عارفينه. وطبعا زي ما احنا شايفين الميه او الشوربه بتاعتها حاطه فيها الورق اللوري والحبهان والسبع بهارات عشان تطلع شوربه قويه، ونص معلقه توم مفرومه او فصين توم زي ما حضراتكم هيكون عندكم بالظبط، وثلاث اربع فصوص حبهان صحيين وايه بقى، وشويه جوز الطيب بتديها ريحه ونكهه. ولو عندك فصين اللي هي الفصوص بتاعت الحبهان صحيه، غير اللي انا بقول عليها صحيه كامله من غير ما نطحنها، نحط برضو فصين ثلاثه كاملين كده. يلا نسيبه يستوي ويتسلق كويس جدا، وما ننساش نغطي ونوطي بعد اول غلوه علشان خاطر تديك اللحمه مستويه بتاعت الفراخ وطريه. يلا يا امارات بقى، طالما ان في ويكا، انا عندي ناس بيحبوا الويكا وناس بيحبوا الملوخيه، هعمل ويكا وهعمل ملوخيه. طالما في ويكا يبقى الرز لازم يكون بالشعريه، وانا بقى بعشقها بالعيش والباذنجان المخلل. يلا نعمل الرز بالشعريه. نحمر الشعريه، شويه شعريه كده محترمين كده، نخليهم لونهم يوصل للذهبي، وانزل عليهم بكوبايتين الرز بتوع المغسولين ومتصفيين وشويه ملح. يلا بينا يلا بينا. ويلا نعمل بقى احلى طبق ويك هتعملوه في حياتكم. شايفين الشوربه جميله وعزمها شديد ازاي؟ يلا نحضر بقى. هنحضر الباميه. الويكا طبعا الويكا بتتقطع غير الباميه اللي هي بتبقى معموله بالصلصه الحمراء. الويكا بتبقى زي كده حلقات من الباميه، وبنحط عليها معلقه كزبره كبيره ومعلقه توم كبيره وقطعه ماجي. يلا هننزل بالكلام الجميل ده على الشوربه. زي ما قايله لكم الشوربه احنا اهتمينا بيها جدا وظبطناها جدا في التوابل بتاعتها، وهنحط عليها كمان شويه كزبره خضراء، ويستحسن اللي هو الورق بس بتاع الكزبره. وهنقلب الكلام الجميل ده. احلى ويك هتعمليها. يلا اتبعي الخطوات بتاعتي. هغطي الكلام الجميل ده وهستنى لما تستوي عشان اعمل لها احلى طشه في الدنيا. يلا بينا يا امارات. زي ما احنا شايفين كده حضراتكم، هنخش بقى الطشه بتاعت الويكا. ادي اهو سخنت السمنه كويس جدا. هنزل عليها بالثوم مع فص ماجي، زي ما احنا شايفين حضراتكم هي الويكا، شايفين منظرها وجمالها. شايفين الملوخيه وجمالها برضو. الطشه دي هتبقى للاتنين، الملوخيه والويكا. يلا بقى نحط الكزبره قرب ما
ريحه التومه طلعت اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا انزل فيها هنزل فيها معلقه كزبره ناشفه. يلا يا حبايبي، معلقتين بقى علشان خاطر الملوخيه الويكه. نقلب الكلام الجميل ده مع بعضه. حضراتكم كده شايفين سيكه صغيره كده، وهطش الويكه واطش الملوخيه. يلا ننزل بنص الطشه الجميله على الويكه. واو، شايفين الجمال؟ شايفين جميله ازاي؟ ولا الريحه مش هقول لكم عليها. تعالوا نطش الملوخيه. يلا يا امارات برضو ننزل بطشه الملوخيه وجمالها. ايه رايكم في الريحه والجمال اللي احنا عايشينه ده؟ نطرحها مع نرحم الطاسه. شايفين؟ وشايفين الويكه وجمالها. الكلام عدى الجمال. ايه رأيكم بقى يا امارات؟ ده كده بعد ما مسكت الفراخ شوحتها بمعلقه سمنه ومعلقه كاتشب. ده رز ابيض، وادي الفراخ، وادي شويه البدنجان المحشيين، شويه بدنجان مخلل، طبق الملوخيه الجميل القمر ابو ريحه حلوه، وادي طبق الويكه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وكان في منهم طالبين رز اصفر مع الفراخ، وادي برضو عملتها رز اصفر بالكاري وبالبصل وبالحبهان وبالمستكه كمان والقرفه. كلنا طبعا عارفين ازاي بنعمل الرز الاصفر او رز الكبسه، والشوربه بتاعه الفراخ الجميله دي. وعملنا شويه دقوس عشان هم طالبينها برضو مني. طبعا احنا عملناها قبل كده. اللي عايز لينك اللي هي بتاع عمايل الدقوس هسيبه لكم موجود على تحت في اول كومنت هسيبه لكم على كده. ايه رايكم؟ واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعايه الله.